المغرب أو المملكة المغربية دولة إسلامية موجودة أقصى غرب شمال أفريقيا، شمالها البحر المتوسط والجنوب موريتانيا، أما في الشرق الجزائر والغرب المحيط الأطلنطي. عاصمتها الرباط، لكن أكبر مدنها هي الدار البيضاء. وعلى فكرة المغرب دي من أكتر الدول استقرارا في شمال أفريقيا مقارنة بالدول المجاورة ليها، علشان كده السياحة فيها بشكل كبير بتشكل دور مهم في الاقتصاد المغربي. ده طبعا غير المطارات الدولية المهمة الموجودة فيها والمواني، وفيها طبعا مواقع تراث عالمي كتير، ده ليها دور مهم في السياحة التاريخية. طيب ايه هي المواقع ديت؟ رقم واحد معانا المدينة العتيقة الفاس، اتأسست في القرن التاسع وفيها أقدم جامع في العالم، وكانت العاصمة بدل مراكش وفيها عدد من المباني والينابيع. المدينة التانية معانا مراكش، ودي بناها المرابطون، وفضلت مركز مهم لمدة طويلة، فيها عدد كبير من المباني والحدائق زي جامع الكتبية والأسوار والبوابات الأثرية. المركز التالت معانا مدينة قصر آية بن حلب، وده عبارة عن تجمع بنايات تقليدية مبنية من الطين، متحوطة كده بسور دفاعي متقابل بالأبراج، وبتتميز بالبساطة والمتانة. المدينة الرابعة معانا هي مدينة مكناس التاريخية، بناها المرابطون في القرن الحداشر عشان تكون مقر عسكري كده، بس مع الوقت بقت تحت حكم المولى إسماعيل، فخلاها على أسلوب أندلسي ومغربي كده، وحوطها بأسوار عالية جدا بتخترقها أبواب وبوابات أثرية شكلها جميل جدا. ومعانا المدينة الخامسة وهي موقع وليلى الأثري، اتأسست في القرن الثالث قبل الميلاد، وكان لها أهمية كبيرة جدا في فترة الإمبراطورية الرومانية، بعدين بقت عاصمة إدريس الأول مؤسس حكم الأدرسة. المدينة السادسة معانا المدينة العتيقة لتطوان، ليها أهمية كبيرة في التاريخ المغربي والحضارة الإسلامية ككل، كانت بتمثل منعطف رئيسي بين المغرب والأندلس، عيد بنائها من طرف المغاربة اللي انطردوا من الأندلس، ده اللي خلاها مزيج جميل بين التأثيرات الأندلسية والتأثيرات المغربية. المدينة رقم سبعة معانا مدينة الصويرة أو قديما موجادرو، مدينة محصنة بنيت وفقا لمبادئ الهندسة المعمارية العسكرية الأوروبية اللي كانت منتشرة في الوقت ده، وكانت أهميتها بتكمن في كونها مرفأ تجاري بيربط ما بين المغرب والبلاد الصحراوية وأوروبا وباقي العالم كله. المركز الثامن معانا المدينة القديمة للجديدة مزغة، عبارة عن تحصينات تم إنشائها كمستعمرة على الساحل الأطلسي. وأخيرا الرباط أو العاصمة الحديثة، من معالمها باب الرواح واللدوية اللذان يقعان في الجانب الغربي من السور، بيتميزوا بهندستهم المعمارية وزخارفهم المشبكة وأفارزهم المنقوشة بعبارات الخط الكوفي، ودول بيعتبروا من الإنجازات المتميزة للفن الموحد. طيب لو دخلنا بقى على تاني نوع من أنواع السياحة وهي السياحة الجبلية، وبتعتبر مدينة أزيلان الصغيرة شرق مراكش من أهم المدن لممارسة السياحة الجبلية. ففي الشتاء بتشكل جبال أطلس قطب الجذب السياحي بفضل السروج اللي بتغطيها طبعا، وفيها كمان مساحات كبيرة للتزلج على الجليد سواء في إيكوميدن بضواحي مراكش أو في مشلف وضواحيها، والمنطقتين دول بتتوفر فيهم كل التجهيزات الرياضية والسياحية. أما في الصيف بيجي دور هواة رياضة تسلق الجبال، ودي بتكون منتشرة جدا في مراكش. ولو انت من هواة المحميات الطبيعية عندك جبال أطلس وجبال الريف بتحتوي على أهم المحميات في البلاد، خصوصا محميات سوس ماسا وطبقال. لو دخلنا بقى على السياحة الشاطئية، هقولك انت تعرف ان المغرب بتمتلك شواطئ بطول 3500 كيلومتر، تلتها على البحر المتوسط والباقي على المحيط الأطلنطي، ده طبعا خلاها مقصد سياحي خاص في الصيف. نتنقل بقى للسياحة الرياضية، وهنا اتدخلت السلطات المغربية عشان تخلي النشاط الرياضي في خدمة السياحة، واعتمدت بصفة خاصة على رياضة الجولف باعتبارها رياضة كبار رجال الأعمال، وفي بنت قرى سياحية حولت ملاعب الجولف. وكمان وجود الجبال خلاها مناسبة جدا للطيران الشراعي. كمان البلاد نفسها واسعة ومناسبة لممارسة رياضتي القنص والصيد. وطبعا ده كله كوم، وكرة القدم كوم تاني. طبعا ما ننساش الإنجاز التاريخي اللي عملته المغرب في كأس العالم ووصولها للمربع الذهبي، ده غير طبعا بطولة كأس العالم للأندية اللي بتستضيفها الأيام دي. طبعا كل التوفيق لممثلينا العرب الأهلي والوداد والهلال. طيب لو جينا بقى نتكلم شوية عن الأكلات المغربية، طبعا المطبخ المغربي مشهور بأكلاته الشهية اللي بيروح لها السياح من جميع أنحاء العالم، زي الطاجين بأنواعه والكسكسي والرفيس والبسطيلة، وده طبعا مثال بسيط بس للأكلات المغربية الشهية، مش كلها حتى. يعني من الآخر كده المغرب مكان ممتاز لو انت ناوي تزور دولة عربية في وقت قريب، أنصح بيها الكل. وبس هنا بنكون خلصنا رحلتنا الصغيرة لدولة المغرب، نشوفكم في حلقة جديدة.